يلا سير اخويا، اش بغيت تقول لهاد الاخوان اللي تيجيبوا فينا؟ اش بغيت تقول لهم؟ اش نقول لهم؟ اوعد السلام عليكم. اوعد السلام عليكم. المهم قررنا نهربوا من الروتين ديال المدينه والخدمه والتماره، غنمشيو لواحد البلاصه سميتها لا كاتيدرال امسفران النواحي ديال ازيلال. وقررت باش نديرو هذا الفيديو هذا ونبارطاجيو معكم كاع داكشي اللي خصكم تعرفوه، اللي بغى يمشي للكاتيدرال، لي زاكتيفيتي اللي يمكن لكم تقدروا ديروهم في كاتيدرال، فين تقدروا تباتوا. ونحاول نجمع لكم معلومات من عند الجيد اللي غيكون تما بحال هكا. لا كنتو غتمشيو ولا تمشيو نتوما وصحابكم، اتس جود اكسبيرينس. واللي بغيتو ديروا نتوما رافتينغ تما في الواد. المهم نحاول نصور لكم كل شيء. مع هذا العام صبات الشتاء الدنيا زايه. القسم الا داخل الروضه، داخل انا وياه تقلب على داك القبر ديال ماشي واحد من عائلته. واحد الشيء ما شعرنا لقينا الروضه هما تسدات علينا، وحق الله العظيم تسدات الروضه. واحد الشيء من بالك واحد الريت خارجين جاو الكلاب مع خو كان ديك الساعه جراح. عرفتي كي تندير في هذاك الروضه عرفتي الكلاب قال لي هذاك الكلب قال لي دا وجراد عطيني الفان في القبوره. وحق الله الا واحد لاحظ دابا بهذا الشيخ وخلي وليد فيها انا والله ما نفكر انا نطلع على ذاك الحيط باش تعرف الادريانين تيلعب الدور كبير. والله ادولي فيك 90 و 50 خلايا سير وراه هاد السيده تنقول لك بالسروال قندريسي وبالجلابيه ديالو واسمع بالجلابيه ديالو ولا سبيدر مان والله الا نخز. ودا نتسنى زعما يمد لي جاو دوك الكلب عرفتي كي جايين بحال ما عمرهم اكتشفوا النعمه. واقسم لك بلا ما كاينش جرا والله الا كنا جرايه وحق دابا. السلام عليكم، معكم مختار لاسكات. دابا حنايا في كاتدرال اللي هي امسفران. حنا دابا تتواجدوا في اقدم مصنع اللي هو تقريبا في العشرينات القرن الماضي. هذا هو اول مصنع ديال الخشب اللي كرياتو السامه الفرنسي. وهادو مجموعه ديال لي ماشين اللي كانوا خدامين بهم، للاسف ما بقاوش في الصفه الاولى ديالهم. حنا دابا امام اهم سيمبول اللي كيرمز للمنطقه ديال كاتدرال امسفران اللي تيشهد على فتره الاستعمار الفرنسي بالمنطقه، اللي هو شاحنه من الوزن الثقيل اللي كانت كتحمل الحطب خاصه شجر الصنوبر اللي كانت كتنتجو المعمل اللي كاين هنايا ورانا امام هذا الجبل ديال كاتدرال امسفران. دابا راه كل واحد والنيفو ديالو، ماشي غير كاينين حتى الناس المجهدين كيديروا البجنت كينقزوا من السومي ديال الكاتدرال وكينزلوا في لحد الوادي. كاين لاسبيلولوجي هو كنمشيو في المغارات، ولكن المغارات حاليا ما كاينينش حيت كيكون لو ريسك باش يطلع فيهم الماء. كاينه لا غوندوني خاصها باينه. لا غوندوني كاين لي كانيونين، كاين بزاف ديال لي كانيونين
هو كما قلت لك قبيله كنمشي كتهز الصاك ديالك وكتنزل في الشلالات. هو كينطر والبنت تسكي فيا درتي ليها هكا درتي ليها هكا باش نزكا بحال بغيت نولد وتنطر اقسم لك بالله. وانا عرفتي اول حاجه تنشوف انا غير المسطاج ديالو واللحيه ديالو قبل ما كنقرب لهم بهذيك النطره كنعاود نرجع وتيدير هو تيجي والله القسم وتصور والله العظيم الا تيهزني التلفون وتيعاود يحطني تيقول لي يا ودي اقعد تنقول له راه انا ما كرهتش واش هذيك البنت والله كنت شفتو دابا ما نعقل عليه وتاتي لي هذيك البنت واحده اخرى ثاني منها بحال ديك النفيسه بحال بغيت نولد عرفتي والله العظيم الا اول مره تنعرق انا في الشتوى. السلام عليكم وصباح الخير من اليوم الثاني، اليوم ديال الرافتينغ. كما كتشوفوا ديجا هذه 9 الصباح. ديجا الدراري يلاه كنفطروا دابا، كنتسناو نفطروا باش يجيو عندنا نبداو لاكتيفيتي ديالنا باش نمشيو ناخذوا المعدات ديالنا والكومبينيزون ديال الماء باش نبداو لاكتيفيتي. كيف كتسير مختار؟ هي ان شاء الله باش عارف شكون اللي بغا. اول حاجه فاش كتبغيو ديروا رافتينغ كيجيو عندكم البلاصه فين جالسين كيهزوكم بالكاتكات ياك سيدي محمد. ضروري تهزوكم بالكاتكات تيجيوكم للبلاصه فين كتلبسوا لي كومبينيزون باش انكم ديروا لاكتيفيتي. هو في الكاتكات تختار اما تدخل للداخل اما تجلس هذيك الساعه فين تلاقيو دوك الويدان بجوج. هو الاحمصر واحد ديالهم فين؟ هي الكروازيه ديالهم هنا هنا فين كيتلاقاو الواد ديالات ملول مع احمصر، واد ملول مع واد احنصار. هذا هو الطراجي منين غندوزو ياك. هو هذاك ديال البرمج. يلا الدراري دابا جينا لهاد البلاصه هادي باش يعطيونا نلبسوا هذوك لي كومبينيزون ونستعدوا باش اننا نمشيو للبلاصه منين غنطلقوا في الواد. واحد الحاجه مهمه قالها لنا البارح سموحه على قبل القضيه اللي بيجا رافتينغ وكنتو جيتو جروب. بالنسبه لشي واحد اللي ما تعرفش يعوم ولا شي واحد ما تعرفش تعوم خصها تقولها ليه قبل باش هو يدير بحسابها، فهمتوا؟ حيت الواد رافتينغ ماشي هو بتعوم في لابيسين ولا في البحر ولا يعني واحد اكسبيريونس ديفيرون. معتمدين عليك. والله الدراري صديق الطفولة تجربة صراحة ما كنت نتوقع. لا لازم نعاودوها ان شاء الله. حاجة وحدة اللي ما درناش هو ان ما قدرناش نصوروا لداخل حيت كلمة صعيب باش تصور خاصك تعاون. حيت الكيد كيبقى يعطيك التعليمات وانت خصك تتبعهم. بحال مثلا فاش يقول اون افون هو كيشوف واحد الصخره في الواد وكيشوف الزودياك غادي ليها كيقول لك اون افون كيعرف هو تيكيدي ليكيب اون افون اون افيير ستوب. يعني ما يمكنش تقدر تصور كتعيش ديك الاكسبيريونس، ما يمكنش انت تبقى مركز مع التصوير ما تشوفش انت هاد المناظر. هو كاول تجربه استمتعت بزاف، ما كاينش تنتوقع بانه هادشي غادي يكون هكا. مي تبارك الله لقيت كان في المستوى الدراري كانوا تيهيبوا على الماء ما مداشرين. الواد تخلع منا اليوم صراحه. المهم وصلنا للاخر ديال الفيديو وما سخيناش نخرجوا من هاد الجبال هادو حيت راه كدزنا من شي بلايص اللي واعرين بزاف الصراحه، ونعاودوها ان شاء الله في بلاصه اخرى في قنت اخر جماليه اخرى ان شاء الله.
ايوا هادشي اللي كاين. الصراحه والله الا ريسبكت لهذوك لي فلوغر اللي كيصوروا لكم لي فيديو بواحد لا كاليتي وداك الشيء، والله الا ريسبكت ليهم، سيبورتيوهم، حيت هذاك الشيء ماشي ساهل. مثلا خارجين بحال هاد الخرجه كتحاول تبروفيتي وتكونيكتا مع الطبيعه، فهمتي؟ ما يمكنش تركز في جوج الحوايج في دقه واحده. بارطاجينا معكم هاد لا فيديو هادي وهاد الخرجه هادي. الا تعجبكم هاد الفلوق هذا يعجبكم باش نديرو فلوق ثاني اخر بلاصه اخرى